القهوة المشروب الأكثر إثارة للجدل في وقتنا الحالي، وبتنسب ليها كتير من الفوائد والأضرار المبالغ فيها. يعني هتلاقي مثلا اللي يقولك خلي بالك هتبقى مدمن، واللي يقولك هي مضرة للقلب بس بتخسس وحلوة كده، واللي يقولك ما تقلقش كده كده هتتعود عليها ومش هتأثر فيك خالص بعد كده. حياة الكلام اللي فات ده علميا وخرافات تانية كتير هنستكشف خلالها التأثيرات الحقيقية للقهوة والكافيين على جسمنا. معاكم سيف احمد طالب في كليه طب اسكندريه، ويلا بينا. القهوه بتفوق وكل حاجه، والخرافه الاولى معانا هو ان القهوه مش مفيده خالص لصحتها. والحقيقه انه الجرعات الكبيره من القهوه ممكن تعمل مشاكل كتير هنتكلم عنها خلال الفيديو، ولكن ماده زي الكافيين اللي موجوده في القهوه ليها خصائص انتي اوكسيدنت او مضاده للاكسده. ده غير كمان مواد تانية موجوده جوه القهوه زي الكافيستول والبوليفينول اللي ليها نفس الخصائص برضه، وده بيخليها ممكن تقلل من الاصابه بالامراض اللي فيها تدمير للاعصاب بالاكسده زي مثلا الباركنسونيزم وزي الزهايمر. وطبعا الابحاث لو حابين تقرا اكتر عن خرافات النهارده هتلاقوها موجوده تحت في وصف الفيديو. بس لا احنا دايما بنسمع انها مضره بالقلب، ودي تعتبر تاني خرافه معانا النهارده. بقول تعتبر عشان في اكتر من حاجه مهم ناخد بالنا منها. القهوه بكميات كبيره على فترات طويله ممكن تكون فعلا مضره بالقلب، وده باكتر من طريقه. اولا انها بتنشط هرمون الادرينالين اللي بدوره بيشغل السمباثيك سيستم اللي هو الجهاز السمباثاوي. هي دي اخرة اللي ياخد علوم بالانجليزي من ابتدائي. يعني يكون المهم ان الجهاز ده بينشط جسمك بشكل عام وبيزود ضربات القلب وبيرفع الضغط وهكذا، عشان في لحظات الخطر تقدر تواجه او تهرب. ثانيا القهوه المتفلتره ضد القهوه المغليه اللي مش متفلتره، وفي هنا اكتر من دراسه بتشير انك لما تعدي القهوه على ورقه فلتره بتبدا تقلل في الدهون بشكل كبير، وبالتالي شربها مش بيزود من ال LDL الكوليسترول الضار. الكوليسترول اللي لما بيتراكم في جسمنا ممكن يعمل مع السنين تصلب شرايين. ثالثا نوع القهوه، يعني مثلا الاسبريسو الايطالي، البحث اللي اتعمل عليها ملقاش اي علاقه بين شربها وزياده الكوليسترول سواء النافع او الضار. وشوف رغم الكلام اللي فات ده كله الا ان في ابحاث كتير بتقول ان شرب القهوه المعتدل يعني مش اكتر من 400 مللي جرام كافيين في اليوم، تمام، الكمية دي ليها تأثيرات إيجابية على القلب أكتر ما هي أصلا سلبية، وبتقلل من حدوث أمراض زي الضغط العالي والفشل القلب. ولكن طبعا لو عندك مشكلة في القلب، تمام، أو ضغطك عالي أصلا، فاستشير ده بيبقى أحسن. الحاجات دي ما فيهاش هزار. ومن هنا في رمضان كل سنة وانتم طيبين، أكيد يهمنا نعرف هل فعلا القهوة بتعمل جفاف ولا لأ. والحقيقة إن القهوة فعلا ليها تأثير دايريتك أو إنه بيزود يعني من كمية البول بشكل عام، وليها كمان تأثير على الجهاز الهضمي وإنها بتسرع حركة القولون بشكل عام، فبتحسسك إنك عايز تدخل الحمام أكتر. ولاحظ إن ده مش بسبب الكافيين بشكل أساسي، لأن القهوة من ذات الكافيين بتدي برضه نفس الإحساس، وبالتالي غالبا مادة تانية جوه القهوة. وعلى الرغم من كده فالكميات المعتدلة برضه من القهوة مش بتعمل جفاف، وده لأنها تعتبر بتعوض الكمية اللي خلتها تنزل زيادة. أكيد بتفكر دلوقتي شكلها صحي أوي القهوة منزوعة الكافيين دي. والخرافة الرابعة معانا وهي إن القهوة منزوعة الكافيين مفيهاش كافيين. الحقيقة إن لأ، حتى القهوة منزوعة الكافيين فيها كمية بسيطة خالص من الكافيين، وهي حوالي 2 مللي جرام كافيين في الكوبايه 250 مللي. وبمناسبه القهوه منزوعه الكافيين، في اعتقاد سائد كده ان الشاي الاخضر بما انه بقى صحي وكده فما فيهوش خالص كافيين. والحقيقه ان الشاي عامه فيه كافيين، هو اللي فيه اقل من القهوه اكيد، والشاي الاخضر كمان اللي فيه اقل من الشاي الاسود. بس في ميزه عظيمه للشاي عن القهوه، وهي ماده الثيانين اللي مع الكافيين بتحطك في حاله بتكون هادي وفي نفس الوقت مركز، لانها بتعكس شويه من الاعراض الجانبيه للكافيين. ودي نسب الكافيين في المشروبات المختلفة. وخليني أكد هنا إن الأرقام دي أرقام متوسطة أو سائدة، يعني الشاي الأسود مثلا الكافيين فيه ممكن يوصل ل 80 مللي جرام، فمهم تتأكد أنت بتشرب إيه على حسب طبعا المنتج اللي أنت بتشربه. وبمناسبة النسب دي مشهور إن القهوة الفاتحة فيها كافيين أقل من القهوة الغامقة، وده منطقي، بس في حالات كتير مش ده اللي بيحصل، لأن اللي بيتحكم في كمية الكافيين في القهوة هما 3 حاجات. أولا طريقة عمل القهوة، ثانيا كمية الحبوب بتاعة البن المطحونة المحطوطة جوه القهوة، ثالثا نوع حباية القهوة نفسها. يعني مثلا حبوب البن العربي فيها كمية كافيين تقريبا النص بتاع حبوب القهوة بتاعة الروبستا. النقطة السابعة معانا وهي إن القهوة بيتم إدمانها زي المخدرات كده، وتعتبر نص حقيقة، لأن فعلا في ما يسمى بالكافيين يوز ديس أوردر، وده لأن فيها بعض العلامات زي مثلا إنك تبقى عايز تبطله ومش عارف،
ومثلا شوية أعراض جانبية زي مثلا لما تبطله تحس بصداع، تحس إنك مش قادر تركز خالص وهكذا. والحاجة التالتة هو برضو تأثيرها على الدوبامين اللي طبعا أقل بكتير جدا من المخدرات الحقيقية، ولكن ما يعتبرش برضو إدمان زي المخدرات الفعلية لأكتر من سبب، أهمهم إنها مش بتأثر على علاقاتك، والحاجة التانية إنها مش بتأثر بالسلب على جوانب حياتك التانية. غيرها إيه يعني؟ هتشربها متأخر مثلا فهتسهرك بالليل بس كده. سؤال مهم كده، لو انا عايز ابطل كافيين، احسن طريقة اكيد ان انا انقل على القهوة منزوعة الكافيين، صح كده؟ والاجابة لا، عشان ده هيجيب لك برضو صداع وقلة تركيز وهكذا. ولكن الصح ان انت تقلل تدريجيا واحدة واحدة، انك تتنقل من نوع قهوة لنوع قهوة تاني فيه كمية كافيين اقل، او انك اصلا تقلل الكمية اللي بتشربها وهكذا. نقطة رقم 9 هتلاقي في اختلاف كبير على هل القهوة تأثيرها بيقل عليك مع الوقت ولا لا. وعشان تفهم إجابة السؤال ده مهم تعرف أصلا إزاي القهوة بتخليك مفوق ومركز. الحقيقة مادة الكافيين اللي فيها ليها تأثيرات كتير جوه جسمنا، أهمهم وأشهرهم هو إنها بتشبه في التركيب مادة الأدينوسين، المادة اللي بتفضل تتراكم جوانا على مدار اليوم عشان لما نوصل لآخره نبدأ نحس بالنعاس، ولما بتفوق بتوصل مستواها لصفر وترجع تتراكم تاني من الأول. اللي بيعمل الكافيين هو إنه بيسد المستقبلات بتاعتها الموجودة في المخ، فبيلغي الإحساس ده حتى لو بشكل مؤقت فيما يعرف بالكومباتيتيف انتاجونيزم. وده بيفسر ليه لما تشرب قهوة وانت اصلا عايز تنام مش بتأثر قوي. اللي بيحصل بقى ان لما بتسد المستقبلات دي على فترات طويلة وبشكل متكرر مخك بيبدأ يعمل مستقبلات جديدة، وبالتالي ففعلا تأثيره بيبدأ يقل. وكمان في أبحاث تانية بتقول إن تأثيره على الضغط بيقل، وتأثيره كمان على العضلات بقى والتمارين بيقل كمان. خرافة كمان مشهورة معانا وهي إن القهوة بتعيق النمو، والحقيقة إنه لو أثر على نوم الطفل لفترة طويلة ممكن قلة النوم فعلا تعيق النمو، بس إن الكافيين نفسه أو القهوة نفسها تعيق النمو بشكل مباشر لا، ده مش بيحصل. والخرافة رقم 11 معانا وهي إن الحوامل والمرضعات ما ينفعش يشربوا أي مشروب فيه كافيين خالص. والحقيقة إن مادة الكافيين طالما تقدر توصل للمخ يبقى تقدر تعدي خلال الرحم وتوصل للجنين، أو تقدر تعدي خلال لبن الرضاعة. ده قانون على أي مادة لايبوفيليك أو بتدوب في الدهون. ورغم كده الكافيين مش بيعمل أي تشوهات في الجنين عشان يبقى لازم يتمنع. ولكن مهم إن الحامل أو المرضعة تقلل كمية الكافيين اللي بتاخدها في اليوم لأقل من 200 مللي جرام في اليوم، عشان الكميات الكبيرة مرتبط بيها حاجات زي الإجهاض، الولادة المبكرة، أو إن الطفل يبقى عنده مشاكل في النوم بعد كده. فحابب أفكرك كده إن المرضعات أو الحوامل ما يزودوش عن 200 مللي جرام، أما الناس الطبيعية ما تزودش عن 400 مللي جرام. والخرافة رقم 12 معانا إن القهوة لازم تخسسك، والحقيقة إنها ممكن تخسسك فعلا بسبب إنها أولا بتقلل الشهية، ثانيا بتزود من معدلات الحرق، وثالثا سعراتها الحرارية أصلا قليلة. رغم كل الكلام اللي فات ده إلا إن أكتر من بحث قال إن التأثيرات دي مش قوية. ثانيا لو أخدت الكافيين بتاعك بالليل فأثر على نومك بالسلب، هيزود من الوزن بتاعك بشكل غير مباشر، لأن النوم الخربان مرتبط بشكل عام بالشهية المفتوحة والوزن الزايد. وثالثا طبعا السعرات الحرارية بتاعت الإضافات اللي بتتحط على القهوة، الكراميل بقى والحاجات اللي بتضاف دي برضو بتبقى سعرات حرارية ممكن تكون عالية فتزود هي كمان من وزنك. الخرافة 13 وهي إن الكافيين بيزود من الأداء الرياضي للكل زي بعض، والحقيقة إن في عوامل كتير بتأثر على ده، منها الجينات، نوع التمرين، والمدة اللي اتخذ فيها الكافيين قبل التمرين نفسه. والجرعة الموصى بيها حتى الآن هي ساعة قبل التمرين من 3 ل 6 مللي جرام من الكافيين لكل كيلو جرام في وزن جسمك. يعني مثلا أنا لو 70 كيلو وعارف إنها هتفيدني في التمرين، فحاجة قبل التمرين بساعة آخد مثلا حوالي 210 مللي جرام كافيين مثلا. طب ليه آخد قهوة أصلا؟ مشروبات الطاقة بديل صحي أكتر، ودي الخرافة اللي قبل الأخيرة معانا. والحقيقة إن في بعض مشروبات الطاقة فيها كمية كافيين أكتر أصلا من كوباية القهوة، ده غير طبعا المواد الصناعية وكمية السكر العالية جدا، وبالتالي فهي مش بديل صحي ولا حاجة لا. واخر اعتقاد غلط معانا هو انك لو غفلت شويه وانت لسه شارب كوبايه قهوه هتشيل تاثيرها خالص. ومنطقي انك لو نمت الكافيين هيحتاج يتنافس مع كميات اقل بكتير من جزيئات الادينوسين في مخك، وبالتالي الاتنين مع بعض هيفوقوك اكتر. ودراسات بتاكد فعلا ان شربك للقهوه قبل فتره قصيره من اخدك للقيلوله بيفوقك اكتر من انك تشرب قهوه لوحدها او انك تاخد قيلوله بس. وبكده نكون وضحنا الحقيقه من الخرافه في المعلومات المنتشره ما بيننا عن القهوه والكافيين، واستنتجنا انه ما طلعش بالسوء اللي بيتصور بيه ساعات ده. والاهم انك لو التزمت بكميه الكافيين اليوميه اللي بتشربها لاقل من 400 مللي جرام
ولو طبعا عندك حساسية من تأثيرات القهوة يبقى أقل من كده، ساعتها هتستفاد من التأثيرات الجميلة للقهوة اللي اتكلمنا عنها خلال الفيديو بتاعنا. والأفضل تكون القهوة متفلترة، ولو تعرف حامل أو مرضعة لأن دول مش من الفئة المستهدفة في القناة، أكد عليهم إن ينزلوا الاستهلاك بتاعهم بتاع الكافيين لأقل من 200 مللي جرام كافيين في اليوم. وخلي بالك من المنتج اللي بتشربه لأن نسب الكافيين بتختلف من منتج للتاني، وطبعا ان الارقام اللي طالعه على الشاشه دي اللي بتبقى غالبا، ولكن ساعات بتكون اكتر ساعات بتكون اقل، فبرضه بص على المنتج اللي بتشربه كويس. وبس كده، لو حابب تعرف اكتر عن خرافات الشعر المنتشره ما بيننا او الخرافات عامه اللي غطيناها في القناه، ادوس على الفيديو او البلاي ليست اللي طالعين هنا. وبس كده، نورت.